السلام عليكم. بغيت نهضر معكم اليوم على واحد الموضوع اللي ثقيل ولكن كيهم كل واحد فينا. واش عمرك فقتي في شي نهار وقلتي مع راسك بغيت نبدل حياتي، بغيت نبدل العادة، نبدل طريقة التفكير، نرجع نسخة حسن من راسي، ولكن ما عرفتيش منين تبدا. كتحس براسك محبوس، كتقول غدا نبدا ولا الاسبوع الجاي، ولكن الحقيقة انك كتأجل وكتغرق وسط افكار كتدوخ. كتحس ان داك الجبل اللي خاصك تطلعو كبير بزاف، وتبدا كتقول مع راسك ماشي اليوم، ماشي دابا. انا عارف هاد الاحساس مزيان حيت انا بنفسي عشتو. كنت كنقلب على التغيير الكبير، ولكن الحقيقة اللي تعلمت هي ما كاين لا تغيير كبير ولا والو. كاين خطوة صغيرة، كاين 1%، كاين الاستمرارية. كاين كتاب عظيم سميتو اتوميك هابيتس، صاحبو جيمس كلير كيشرح فيه واحد الفكرة اللي قلبات حياتي. السر في العادات الصغيرة ولكن المستمرة. شوف معايا، تقرا صفحة وحدة في النهار، مع الوقت تولي قريتي كتب. دير 5 ديال الدقايق رياضة تولي نشيط. تنقص شوية من السكر كل نهار تولي صحتك حسن بلا حرمان. هذه هي القوة ديال الكومبوند افكت، التأثير التراكمي. المشكل ديالنا في الصراحة هو اننا كنتحمسو بزاف وبغينا كل شي دقة وحدة. نحبس السكر نهائيا، نبدل حياتي من غدا، ولكن العقل ديالنا ما كيتقبلش هاد التغيير المفاجئ وكيبدا يحاربنا. وهاد الشي علاش كنطيحو، كنحسو بالفشل وكنرجعو لنقطة الصفر. ولكن اذا طبقنا قانون 1% وغبرنا شوية على المثالية الزايدة، غادي نربحو المعركة على المدى الطويل. واش بغيتي تبدا؟ بدا بحاجة وحدة صغيرة سهلة ولكن ثابتة. حط كاس ديال الماء في البليصة اللي غادي تنعس فيها، شربو اول ما تفيق. وجد كتاب في بلاصتو تقرا منه صفحة قبل ما تنعس. دير ريماندر في الهاتف يذكرك تمشي تتمشى 5 ديال الدقايق. هاد الشي ماشي باش تولي انسان مثالي، ولكن باش تولي نسخة محسنة منك. 1% حسن كل نهار. وهنا السر، النظام هو اللي كيبني حياتك ماشي الحماس. الحماس كيتطفى ولكن النظام كيبقى. انا جاي معاك خطوة بخطوة. في الحلقة الجاية ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تبني النظام ديالك وتخلق روتين يومي بلا صداع، بلا ضغط، بلا فشل. ولكن اليوم خذ اول خطوة. 1% صغيرة اليوم كتساوي حياة مختلفة غدا. راك تستاهل حياة احسن وراك قدها ان شاء الله. غير خليك كتمشي كل يوم، ما توقفش. السلام عليكم.